ايه الموضوع او ايه الحاجه اللي بيبقى فيها خلط ولخبطه في 3 مفاهيم الناس بتتلخبط فيهم. يقول لك الكونتنت استراتيجي، طب ايه الفرق بينها وبين خطه المحتوى نفسه؟ وايه بقى الكونتنت كالندر او تقويم المحتوى؟ انا اعمل ايه في الثلاثه دول؟ وايه ال3 مفاهيم دول وبشتغل عليهم ازاي؟ الموضوع بسيط جدا جدا وهنوضحه مع بعض دلوقتي حالا. خلينا نعرف ان احنا المحور بتاعنا اللي هنتكلم عنه توضيح الفرق بين استراتيجية المحتوى، خطة المحتوى، تقويم المحتوى. عشان تبقى الدنيا سهلة وبسيطة عملتها لكم في جدول علشان تبقى النقاط محددة قصادنا، وفي مجموعة كده من العناصر هي اللي هنقارن بينهم فيها عشان نفهم. ببساطة شديدة أول حاجة بنقولها عايزين نعرف ايه مفهوم كل حاجه، اللي هو ما هي استراتيجيه المحتوى وخطه المحتوى وتقويم المحتوى. خلينا نوضح كل تعريف منه. استراتيجيه المحتوى يا شباب هي المفهوم الاشمل والاعم، يعني هو ده الاساس اللي جواه الخطه والتقويم، عشان نبقى فاهمين كده وتبقى الامور بسيطه. انت لو فهمت الاستراتيجي كويس هتقدر تفهم النقطتين التانيين، يبقى ده رقم واحد معانا. يبقى اول خطوه ان انت لو فهمت الاستراتيجي كويس هتقدر تفهم النقاط اللي جواه. حلو كده، يبقى دي أول نقطة إحنا عرفناها. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها قبل ما نبدأ نكمل، إن ليه عشان كده بقول نبدأ بالاستراتيجي، وإن أنت لو فهمتها هتبقى أنت جمعت الموضوع كله ولقيت إن الدنيا سهلة. ناس كتير أو اللي بيشتغل في كتابة المحتوى بيكون بدون ما يكون دارس أو بشكل بروفيشنال بيتعامل مع كتابة المحتوى أو الكونتنت كريشن من مرحلة الكرييت اللي هي الإنشاء، اللي هو بيبدأ مباشرة بإن هو يكريت أو ينشئ المحتوى. والكلام ده غلط تماما تماما. ليه؟ لأن المحتوى بيبتدي زي أي حاجة بمرحلة البلان أو التخطيط. مفيش حاجة بتتم بدون ما يكون ليها تخطيط مسبق، فمفيش حاجة بتبدأ من الكرييت، إحنا بنبدأ من التخطيط، والتخطيط ده هو اللي جواه الاستراتيجية أو الكونتنت استراتيجي. فدي المفهوم الأساسي بتاعنا. فيلا كده نقرأ ونشوف إيه تعريفها بالظبط عشان نبقى موضحين. الكونتنت استراتيجي أو استراتيجية المحتوى بيقول لك هي طريقة إرشادية بتعمل من خلالها إيه؟ بتحدد فيها أهدافك، الجمهور اللي انت هتشتغل عليه، انواع المحتوى اللي انت هتستخدمها، قنوات التوزيع اللي انت هتنشر فيها. هي دي الحاجات اللي انت بتشتغل عليها جوه الاستراتيجي. يبقى انت المفروض الاول بتخطط للمحتوى بتاعك، يعني بتحط حاجات الاول ارشاديه تمشي عليها في الكونتنت استراتيجي. ايه هي الحاجات دي؟ الهدف، هنتكلم عن مرحله البلان اللي جواه الاستراتيجي. لازم يكون عندك هدف انت بتشتغل علشان توصل له. الهدف احنا بنتكلم على الهدف من الكونتنت اللي احنا هنقدمه. فالهدف ده ممكن يكون زياده وعي اويرنس بالعلامه التجاريه، ممكن يكون انجيجمنت وتفاعل اعلى، وصول وريتش، ممكن يكون انت خلاص عندك كل ده فعايز تركز على تحقيق السيلز والمبيعات، فلازم يكون عندك اوبجيكتيف انت شغال عليه. لو ما عندكش ده في الاستراتيجي فانت هتعمل ايه؟ لان الناس اللي هي بتبدا على طول من خطوه زي ما قلت لكم بقى من خطوه الكرييت، طب انا هكتب ايه؟ انا هكتب عشان اوصل لايه؟ ما دام انا مش حاطط الاوبجيكتيف ده قصادي فانا اي حاجه هكتبها مش هتحقق نتيجه. تمام كده؟ فده رقم واحد. طبعا ده انا بدي يعني الهنت كده او البوينتس الاساسيه، لكن الهدف ده علشان يتحط بشكل صح ويبقى ينفع يتحقق بيبقى اسمه سمارت جول، وليه عناصر سمارت بيتحط بيها. تمام، لكن احنا بنفهم المفهوم بشكل عام دلوقتي ايه. فاول حاجه جوه الاستراتيجي ان انت بتحط الهدف. خلاص. تاني حاجه جوه الاستراتيجي ايه؟ الجمهور. واتفقنا ان الهدف ده بيتحط بعناصر السمارت، والسمارت دي بنشرحها في التدريب بالتفصيل. طيب بشتغل على ايه بعد ما احط جوه الاستراتيجي؟ بعد ما احدد هدفي بشتغل على جمهور محدد، بشتغل على جمهور مستهدف. انا لازم يكون عندي تارجت كده في الجمهور انا عايز اوصل له، مش اي جمهور وخلاص. فدي تاني حاجه انا بشتغل عليها. لان انت ممكن تكون شغال على بيزنس، البيزنس ده الجمهور بتاعه واسع وعريض. يعني ايه؟ بيبدأ مثلا من الشباب الصغيرين من سن 16 17 لحد فوق لحد 50 سنة. طب انا هستهدف مين جواه؟ انا هشتغل على انهي شريحة؟ انا هشتغل على انهي فئة؟ مواصفاتهم ايه؟ كل التفاصيل دي. في قاعدة انا دايما اقولها اللي هي بتقول ايه؟ when you market to everyone you market to no one. تاني، when you market to everyone you market to no one. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت بتستهدف كل الناس من مبدأ، لان في ناس كتير عندها فكر ايه؟ لا انا المنتج او الخدمه بتاعتي ما الناس كلها بتستخدمها. يكون مثلا مطعم يقول لك ما هي الناس كلها هتاكل الاكل ده، فلا انا هكتب محتوى لكل الناس بحيث يوصل لكل الناس فانا هتعرف اكتر والاويرنس بتاعي يزيد. مفيش حاجه اسمها كده اطلاقا. ليه؟ لان لا يمكن الناس كلها هتبقى عندها قابليه للي انت بتقدمه،
بنفس ذوقها، بنفس مستواها، بنفس قدرتها الشرائيه. ففي تفاصيل كتير، فانت لازم تبقى محدد مين الجمهور المستهدف. فدي تاني حاجه انت بتركز عليها في الاستراتيجي بعد تحديد الهدف. تمام كده؟ طيب ندخل على ثالث حاجه بنركز عليها في الاستراتيجي طبعا، واحنا بندي النقاط الاساسيه زي ما احنا قلنا، لكن جوه الجمهور المستهدف ده بنطلع بقى بنتعلم ازاي المفروض نحدده، ايه الصفات نطلعها ازاي، نعمل سيجمنتيشن اللي هو تقسيم للجمهور ده بشكل عملي، ازاي نطلع من جوه السيجمنتيشن اللي هو التقسيم البرسونا، ونجمع عن البرسونا ايه، ان البرسونا واللي بنطلعها هي اللي بتساعدنا نجيب الافكار. احنا بس زي ما اتفقنا احنا بنشرح جوه الاستراتيجي بيبقى فيه ايه، ولكن طبعا الاستراتيجي هي دي اساس الشغل، فهي محتاجه شرح طويل عن كده. احنا بس هدفنا نوضح المفاهيم والفرق بينهم، لكن كل نقطه من اللي انا بتناولهم دلوقتي في الاستراتيجي دي ليها جواها خطوات وليها شرح، ده بنقوم بشرحه وتوضيحه بالظبط في التدريب باذن الله. يبقى اتفقنا نحط هدفنا بعناصر السمارت. تاني حاجه نحدد جمهورنا ونعمل له سيجمنتيشن ونطلع الكواير بيرسونا. تالت حاجه ايه انواع المحتوى. ناس كتير بتتعامل مع المحتوى على انه حاجتين، يا اما البوست المكتوب اللي هينزل على الفيسبوك، يا اما الفيديو، او حاليا بقى كمان الريل وخلاص على كده، اللي هو هينزل يا اما على انستجرام والفيسبوك، وهتنزل على تيك توك ولا حاجه وخلاص على كده. لا، لازم احدد نوع المحتوى. المحتوى ليه انواع واشكال كتير قوي اكتر من كده، ولازم تبقى عارف نوع المحتوى اللي انت هتشتغل عليه ايه المناسب. يعني المحتوى ده فيه البوست، فيه المقالات اللي بتنزل على البلوج، في PDF زي الPDF اللي قصادكم دلوقتي، اللي انتوا بتتعرفوا اكتر على المحتوى اللي انا بقدمه من خلاله. في لايف، زي ما احنا كنا بنطلع لايف على الجروب وعلى البيج، وزي ما يعتبر وفي ويبينار زي ما احنا عاملين. كل دي انواع كونتنت انت بتختار هتتعمل في ايه، في ستوري تيلينج، في الريلز، في الفيديوز، كل دي في الانفوجرافيك، كل دي انواع محتوى. فانت ما ينفعش تختصرهم في مجرد البوست والفيديو. كل اللي انا قلته ده دي كلها انواع محتوى. لازم تبقى عندك الرؤية، انت هتستخدم الفكرة اللي انت اشتغلت عليها وطلعتها، هتستخدم لها انهي نوع من انواع المحتوى. فلازم تبقى فاهم ده. الى جانب ده تبقى فاهم ايه تاني، الفكره اللي انت اخترتها وهتشتغل عليها وحددت لها نوع المحتوى ماشيه مع جمهورك ولا لا، جمهورك بيحب النوع ده من المحتوى ولا لا، بيتقبله ولا لا، عشان تبقى انت بتكتب عشان توصل للجمهور. فدي كلها حاجات بتشوفها جوه تحديد نوع المحتوى اللي هو في الاستراتيجي. بعد كده خلاص انت كده وصلت ان انت اوريدي عندك المحتوى ومكتوب او معمول محتوى مرئي، خلاص المهم ان الفكره متنفذه بالفعل. بتدخل على ايه، قنوات التوزيع. انت الفكره اللي انت عملتها هتنشرها فين، هتنشرها فين، ايه الانسب. الفكره دي لما انت جيت نفذتها عشان تتنشر فين، تتنشر في انهي بلاتفورم هي المناسبه. بتختار البلاتفورم بناء على ايه، جمهورك متواجد فين، جمهورك بيتفاعل معاك فين اكتر. كل دي حاجات لازم، انت مش مجرد بتنشر محتوى عشان تبقى نشرت. طب وانا هستفاد ايه لما انشر في قناه تسويقيه او منصه او بلاتفورم انا جمهوري مش متواجد فيها، جمهوري مش يعني الجمهور ده بيختلف بقى حسب سنه، حسب طبيعة المجتمع. فأنا هستفاد إيه لما أنشر في مكان أو بلاتفورم أنا جمهوري مش بيقعد عليه كتير، مش بيشوفه، ما عملتش حاجة. تمام. فبعرف القناة التسويقية المناسبة اللي هيتم فيها نشر الفكرة واللي جمهوري بيتواجد عليها. فالحاجات دي كلها بحددها جوه الاستراتيجية. فعشان كده نلخص بقى اللي احنا قلناه، فعشان كده الاستراتيجي هي المفهوم بتاع التخطيط. لان الاستراتيجيه تعرفها ايه، الاستراتيجيه بيقول لك ان هي الخطه اللي بتدير بيها اي نوع من انواع المحتوى. فانت لازم تكون محدد كده عناصر هتقدر تدير من خلالها المحتوى. تمام. بتحدد فيها، قلنا هدفك، جمهورك، انواع المحتوى، والقناه اللي هتنشر عليها. تمام كده. طيب يبقى كده عرفنا ايه. وخدوا بالكم في حاجه دايما اقولها، ان الكونتنت استراتيجي او استراتيجيه المحتوى هي جزء من الخطه التسويقيه. يعني احنا مش شغالين لوحدنا، احنا في بيزنس وفي خطه تسويقيه كامله، واحنا جزء منها بنساعد في الوصول لنفس الاوبجيكتيف. تمام كده. فكده احنا عرفنا ايه، تعريف سريع للكونتنت استراتيجي. تمام. احنا عرفناه بالتفصيل ووصل لكم المفروض كده كويس جدا الفكره، بس ان كل عنصر من اللي احنا اتكلمنا عنه جواه هو ده بقى اللي فيه تفاصيل كتير، لكن كمفهوم كونتنت استراتيجي احنا وضحناه. فده المفهوم الشامل. ندخل بقى على خطه المحتوى. طيب
مش احنا دلوقتي اتكلمنا عن ان انت في الاستراتيجي بتحدد الحاجات دي، وانا قلت لكم ان كل حاجه منهم، قلت لكم من الهدف والجمهور ونوع المحتوى والقناه التسويقيه، قلت لكم والتوقيت، كل الحاجات دي آه ليها تفاصيل، ليها تفاصيل كتير في الشرح وليها خطوات. زي ما قلت لكم مثلا ال الهدف بيتحط بحاجه اسمها عناصر سمارت، الجمهور بنعمل له سيجمنتيشن وبعد كده بنطلع البار بيرسونا. فكل حاجه ليها شويه تفاصيل. لما التفاصيل دي كلها بقى هي ايه؟ هي الخطه يا شباب. التفاصيل دي هي الخطه اللي هي زي ما انا كاتبه لكم كده، طريقه اكثر تفصيل. شفتوا بقى زي ما قلت لكم، تحدد ما ستنشره ومتى وكيفيه نشره. يعني احنا هنا نبدا بقى الاستراتيجي اللي احنا حطينا عناصرها ناخدها بقى في حيز التطبيق الفعلي. نحط بقى خلاص، انا حطيت الهدف، ابدا بقى اطلع انا هدفي كذا، ماشي، ابدا اشوف انا هنفذه ازاي، الخطه بقى، التنفيذ العملي، التنفيذ العملي بقى اللي انت هتعمله. الجمهور، ابدا احدد بقى صفات البرسونا بالتفصيل، ابدا اشوف قنوات التوزيع اللي انا هنشر فيها بالتحديد. خلاص، ابدا اشوف افضل الافكار، الفكره اللي انا طلعتها، وانهي نوع من انواع المحتوى المناسب ليها، وابدا انفذه. خلاص، فالخطه هي التنفيذ الفعلي للعناصر اللي انت حددتها. عشان كده قلنا المفهوم الشامل هو الاستراتيجي، والخطه بتبقى التنفيذ للعناصر اللي انت حددتها. فهي ايه؟ طريقه اكثر تفصيل، لان انت بعد ما حطيت بوينتس كده اساسيه في الاستراتيجي بتقوم بتنفيذها. عشان كده كاتبين هي طريقه ايه؟ اكثر تفصيلا، عشان تحدد فيها هتنشر ايه وتحط بقى التوقيت، توقيت النشر وكل ده. خلاص. طيب ايه التقويم؟ التقويم ده بسيط جدا جدا جدا، وهنشوف ليه دلوقتي تمبلتس واشكال كتير هنتعرف عليها. اللي هو جدول زمني بيحدد التواريخ اللي هتنشر فيها انواع المحتوى المختلفه. يعني انت ما ينفعش تبقى عشوائي، انت خلاص كده انت حطيت العناصر الاساسيه في الاستراتيجي وبدات في تنفيذها في الخطه بشكل فعلي، وبقت جاهزه على الايه؟ بقت جاهزه على النشر. فانت عندك دلوقتي تقويم المحتوى او الكونتنت كاليندر، من خلاله بتبدا تحط توقيتات النشر. طيب انا دايما اقول حاجه في توقيت النشر، وما بحبش حد ينجرف ورا توقيتات النشر اللي هي بشوف ناس كتير بتطلع تدي توقيتات لكل بلاتفورم. انا ده رايي وده استراتيجيتي او طريقتي في الشغل. يعني دايما اقول ما فيش ثوابت في الديجيتال ماركتنج خالص يعني. آه، ناس كتير بتطلع تتكلم بالنسبه لتوقيتات النشر، تيجي تقول لك فيسبوك انشر في توقيت كذا، انستجرام كذا، وتبدا تحط لكل بلاتفورم توقيتات. انا بشوف ان ده مش بروفيشنال، ويعني وببقى مش عارفه طب انت قلت لي التوقيت ده بناء على ايه؟ اخترته بناء على ايه؟ ببقى عايزه اسمع حاجه تقنعني. فانا الطريقه اللي انا بتبعها باستمرار في الكونتنت كاليندر لاي بزنس، هي مش انا بثبتهاش، يعني انا مش دايما بثبت على على البلاتفورم قد ما انا بثبت على طبيعه البيزنس اللي معايا مع البلاتفورم ايه. بمعنى، خلينا نوضح اكتر. الموضوع كله في الديجيتال ماركتنج في حاجات كتير، واكيد اغلب حضراتكم يعني انترستد ومهتمين بالمجال فعارفين التفاصيل دي. تفاصيل كتير في الديجيتال ماركتنج بتتم من خلال حاجه اسمها ايه؟ اي بي تيستنج. يعني ايه؟ ان انت بتختار، ان انت بتحط عنصرين، حاجتين، وبتطبق عليهم وبتشوف انهي افضل. بمعنى، خلوني اوضح اكتر. انا شغاله على بيزنس معين ومحدد البلاتفورمز اللي انا هنشر فيها، فانا ببدا اختار بما رؤيتي بما يتناسب مع جمهوري المستهدف للمنتج او الخدمه دي، وطبيعه البلاتفورم انا فاهمه عنها ايه والناس بتستخدمها امتى، وابدا اختار توقيتات نشر وابدا انشر عليها، وابدا احلل واتابع، لان احنا هنتكلم تاني دلوقتي على موضوع التحليل. خلاص. وبتبدا تشوف بالوقت اللي هي ايه الاي بي تيستنج ده، انهي توقيت وصل لك يعني الريتش بتاعك كان كويس فيه وحقق لك اللي انت عايزه. لان الموضوع مختلف يا شباب. يعني انا يعني مش شايفه ازاي نقدر نثبتها على كل انواع البيزنس. طب ازاي؟ يعني ما انا لو عندي بيزنس بيستهدف ناس صغيره شويه، فدي ليها توقيتات بتستخدم فيها السوشيال ميديا وليها لايف ستايل وليها حياه وليها نظام، غير الناس الكبيره اكتر لو انا بستهدفها، البيزنس بتاعي بيستهدفها، ليها توقيتات وليها نظام معين تاني. فازاي اوحده؟ يعني انا لو بستهدف سن الشباب اللي هم في المدرسه او في الجامعه، تمام، ده منتجي بيستهدف الفئه دي، اكيد مش هيكون توقيت نشر مناسب في ايام الدراسه مثلا ان انا انشر في توقيت متاخر، او فتره امتحانات وانا اجي انشر في توقيتات متاخره. طب ما هي الناس دي عندها اهتمامات تانية. خلاص. بنشر لجمهوري امهات، سيدات امهات،
ممكن يبقى عندي توقيت الصبح ممكن يكون مناسب وخاضع زي ما بقول لكم للتجربه، بس انا عندي رؤيه بختار على اساسها وببدا اتاكد من الرؤيه دي. كلنا عارفين ان الامهات ممكن يكون عندها مجال الصبح شويه، الاولاد في المدرسه انها ممكن ايه تشوف شويه تتعامل مع السوشيال ميديا. فانا ازاي اوحد التوقيت بتاعي على كل البلاتفورم؟ فانا شايفه ان الموضوع بتاع التقويم خاضع للتجربه، زي ما قلت ان انت بتختار توقيتات وبتبدا تنشر عليها طبقا بقى لرؤيتك لفهمك للبيزنس وفهمك لجمهورك وفهمك للبلاتفورم، فهمك للثلاث حاجات دول، فهمك لتاني، فهمك لجمهورك، فهمك للبلاتفورم، فهمك للبيزنس اللي انت شغال عليه. وبتبدا في الاخر، في اخر الحمله زي ما هنتكلم بعد شويه في مرحله التحليل والتقييم، تبدا تحلل وتشوف انهي توقيتات كانت افضل في الوصول وتبدا تشتغل عليها. بس خد بالك عشان اكون اديتك المعلومه كامله، لما قلت لك هتبدا تشوف انهي توقيتات كانت افضل، مش معنى كده ان انت هتفضل مثبت التوقيتات دي دائما وابدا. ما حدش يعمل كده خالص بعد اذنكم. في الديجيتال ماركتنج مفيش بلاتفورم بتفضل على نفس حالها. انا بشتغل بالشكل ده وساعات بكون، بس دايما براجع وبفضل يعني ايه، مفيش اي بلاتفورم بتوفر انسايتس اللي هي تحليلات للمحتوى اللي انت بتنشره. فببقى دايما متابعه ان انا ممكن اكون مختاره توقيتات وكنت شغاله عليها وكانت كويسه فتره، بعد كده ابدا احس ان، وبيحصل فعلا على فكره، مش هتكلم حتى على بيزنس بتاع عملاء، هتكلم على شغلي انا على الجروب والاكونتس بتاعتي انا. بلاقي بعد فتره لا، بدا يحصل مشكله في التوقيتات دي، ما بقتش زي الاول. فببدا اركز، ببدا اشوف طب ايه، طب كده واضح ان التوقيتات دي بقى فيها مشكله، ابدا اشوف انهي توقيت كان افضل تاني، ابدا اغير. فالموضوع مش ثابت، لكن الفكره اللي انا المفروض والهدفي ان انا اعرفها للناس في السيشن عشان نبقى ادينا معلومه كامله، طريقه الفكر. انا دايما اقول لكل المتدربين حتى كده، يعني انت لازم تفهم طريقه الفكر، لان احنا دايما اقول هي مش 1+1=2 فانت هتتعلمها مره وخلاص على كده. انت لازم تفهم الرؤيه العامه عشان تعرف تتصرف بعد كده. دايما اقول لهم افهموا مني الفكره العامه عشان تعرفوا تتصرفوا، لان انت مش كل بعد كده لما هتقف في حاجه هتقول انا هروح اخد كورس. انا بقول للناس كده برغم ان انا بدي كورس، بس بقول افهم الفكره العامه عشان تعرف تتصرف. فالتقويم او الكونتنت كالندر مش اكتر من التوقيتات اللي انت بتنشر فيها، وبتختارها بناء على اللي احنا قلنا عليه، وبتختارها طبعا على حسب كل بلاتفورم. الناس بتبقى بتستخدم البلاتفورم دي اكتر امتى. تمام. فدول كده تعريف للثلاث مفاهيم. خلاص، اللي هي ايه، ما هي. يبقى نقول تاني عشان لو حد عنده لبس يجمع معانا الافكار. يبقى الاستراتيجي هي اللي جواها كل البوينتس والنقاط، وهي المفهوم ايه الاعم. الخطه هي تنفيذ للاستراتيجي دي بشيء من التفصيل، بتبدا بقى كل الحاجات اللي انت حددتها تاخدها من اطار النظري والتحديد لاطار التطبيق الفعلي. بس كده عشان ما يحصلش لبس وتحس ان الموضوع كبير. التقويم، توقيتات النشر بتاعتك لازم تكون محددها، عشان هقول لك فايدتها ايه وهتعود عليك بايه دلوقتي في بقيه الجدول اللي قصادك. تمام. طيب، ليه بنعمل كده؟ ليه بقى؟ ليه بنحدد كونتنت استراتيجي، وليه بنحدد خطه للمحتوى، وليه بنحدد كالندر او توقيت؟ ليه؟ عشان ايه الغرض من ده؟ بشكل بسيط جدا، استراتيجيه المحتوى لما بتحددها اللي هي التخطيط، زي ما اتفقت معاكم المحتوى بيبدا من مرحله التخطيط. فهي زي ما كاتبين قصادنا كده، هي تحديد الاطار العام لجهودك في التسويق بالمحتوى. انت دلوقتي واحد داخل تعمل شغل من خلال المحتوى وتسوق من خلاله، لازم تبقى عندك اطار كده انت ماشي من خلاله. فهي بتساعدك ان انت يبقى الجهد اللي انت هتقوم بيه ده مرسوم ويحقق نتيجه. ده الغرض منها، مش عشوائيه بقى. زي ما انا قلت لكم مش بنبدا من مرحله الكرييت والموضوع عشوائي. طيب، الخطه هتساعدك في ايه؟ الخطه بقى زي ما مكتوب قصادنا هي اللي هتخليك على الاطار او المسار الصحيح. انت واحد بقى خد الكلام النظري بدأ يطبقه بالفعل، وبدأ يطبقه وهو فاهم بقى اللي انا قلته من شويه، فاهم ان الهدف بيتحط بعناصر سمارت، مش هدف كده اي كلام. فاهم الجمهور والسيجمنتيشن والبيرسونا، فاهم هختار انهي فكره مناسبه وانهي قناه تسويقيه هنشر فيها، فاهم كل ده. الخطه بتضمن لك البقاء على الاطار الصحيح، لان انت بقيت فاهم كل بوينت بتطبق ازاي، واخدها بشكل عملي ومدروس. طيب، التقويم والكالندر ده بيضمن لك ايه؟ مهم قوي يا شباب. ليه بقى؟ ما تفتكروش ان فكره التقويم دي ان انا بحط التوقيت وخلاص كده. لو انت حطيته وتعلمنا ازاي نحطه ووضحتها لكم، لكن الغرض منه ايه، او يعني عشان خاطر ايه؟
اداه مفيده للتنظيم وضمان انك تنشر المحتوى بانتظام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو خلصت شغلك وعملت له سكادول كده وبدات تحط التوقيتات، ده هيخليك فعلا، وانا ده بتحصل معايا بالفعل، لما بكون في حاجه مرتباها من قبلها وحاطه لها التوقيتات، ببقى عارفه انا واقفه لحد فين، ببقى عارفه انا هكمل امتى، غير العشوائيه اطلاقا. فبتخليك فعلا مستمر. لو انت فانت عارف انا خلاص انا مظبط وعامل سكادول والتوقيتات بتاعتي واقفه لحد تاريخ كذا، التاريخ ده التقويم ده شامل اليوم والتوقيت، شامل الاثنين، اليوم والتوقيت، فبتبقى عارف انت واقف لحد فين، انت محتاج تشتغل لسه على ايه، فبيضمن لك استمراريه. غير لو انت عشوائي وما عندكش ايام محدده وانت عارفها، فخلاص انت مش عارف اصلا انت اخر مره نشرت امتى ولا عملت ايه. فده الهدف من ان انت تكون محدد الكونتنت كاليندر بتاعك. ندخل بقى، هي النقاط كلها تفصيليه بس اكتر، هي في الاخر العناصر اللي انا بقارن بين الثلاث مفاهيم منها، يعني يعتبر ذكرناها في ما هي، بس خلينا ايه نراجعها تاني. طيب المحتويات، الاستراتيجي بتتكون من ايه؟ قلنا بتتكون من اهدافك، جمهورك، انواع المحتوى اللي هتشتغل عليها، اتفقنا ان في انواع كتير، القنوات التوزيع اللي هتنشر فيها الى البلاتفورم المختلفه. حاجه بقى مهمه قوي يا شباب، مهمه جدا جدا جدا، واستاذنكم يعني ما ينفعش خالص ان احنا نهملها، اللي هي التقييم والتحليل، واللي بيدخل فيها مؤشر قياس الاداء او الكي بي اي. ان الاستراتيجي بتاعتك ما بتنتهيش عن ان انت، يعني الكونتنت استراتيجي مش بتقف على مرحله ان انت نشرت المحتوى، فانت كده خلاص خلصت الاستراتيجيه وخلصت الكامبين بتاعت الشهر وبتبدا تشوف اللي بعده. لا خالص، الموضوع بينتهي عند خطوه بعد كده، واللي هي اسمها ايه؟ التقييم والتحليل. ان انت اي استراتيجي بتقوم بيها او اي كامبين، خلاص الكامبين اتنشرت، الحمله اتنشرت بالفعل، وانت بقى كنت خلاص انت كنت عامل لها الخطه وعامل الكونتنت كاليندر وناشر وكل حاجه، انت كده شغلك ما خلص. انت لازم تبقى على طول، فاكرين لما قلت لكم في التقويم بتعرف من خلال التحليل؟ انت لازم يبقى عندك على طول تقييم بعد والحمله شغاله وبعد انتهائها، علشان ده اللي بيأكد لك في حاجه محتاجه تعديل. الاستراتيجي اللي انت ماشي عليها، بالهدف اللي انت شغال عليه، بالجمهور اللي انت شغال عليها، بالافكار اللي انت مختارها، وقنوات التوزيع اللي انت مختارها، والتوقيتات اللي انت مختارها، انت لو ما بتعملش خطوه التحليل والتقييم انت هتعرف منين ان كل الحاجات دي ماشيه صح؟ يعني جاوبوا كده معايا كده على الاسئله دي، خلوها في ذهنكم. اللي هو هعرف منين؟ مش احنا اتفقنا ان حتى التقويم ده خاضع للاي بي تيستنج والتجربه؟ طيب انا لو ما عملتش التحليل، طب انا هعرف منين هو صح ولا غلط؟ هعرف منين ان كان في انواع محتوى معينه هي اللي حققت تفاعل وجمهوري واضح انه بيحبها؟ هعرف منين؟ هعرف منين ان الريتش بتاع المحتوى ده كان عالي وكويس والتفاعل عليه كان كويس وحقق لي الاوبجيكتيف اللي انا عايزاه؟ من الانسايتس ومن التحليلات ومن التقييم. فالموضوع مش بينتهي اطلاقا عند مجرد النشر، لازم تاخد بالك من خطوه التحليل، علشان دي بتحسن دايما من جوده ادائك. لان دايما اقول ما فيش حاجه اسمها الكونتنت غلط، يعني الناس لكن في حاجه اسمها افضل، في حاجه اسمها كواليتي اعلى، في حاجه اسمها ان الكونتنت ده جودته عاليه وهيساعد في تحقيق الهدف. هي الفكره في كده، مش الفكره ان هو صح ولا غلط، هي الفكره هيحقق الهدف ولا لا. فانت علشان خاطر تساعد في تحقيق الهدف ده، دايما تبقى في تطور مستمر، لازم تقوم بخطوه التحليل والتقييم دي بشكل مستمر. خلاص كده يبقى اتفقنا عليها، ودي جوه الاستراتيجي. الخطه اتفقنا ان هي التطبيق الفعلي بتاعها، اللي بتبدا بقى تشوف الحاجات اللي انت نشرتها توقيتاتها كانت صح ولا غلط، القنوات التوزيعيه اللي انت نشرت فيها في مرحله التقييم، يعني في جزئيه الخطه بتعمل فيها ايه، بتبدا تشوف طيب التوقيتات دي كانت مثاليه، انواع المحتوى دي كانت كويسه، البلاتفورم اللي نشرت فيها كانت كويسه، اللي هي ايه؟ التطبيق العملي للنقاط النظريه اللي انت حاططها في الاستراتيجي. خلاص يبقى الفايده اللي هتعود علينا من الكونتنت استراتيجي ان هي هتساعدنا نحقق اهدافنا التسويقيه، تمام، لان احنا هدفنا في الاخر ان احنا نعمل كونتنت ماركتنج، هدفنا نسوق بيه المحتوى. الخطه هتخليك متاكد ان انت على الاطار الصحيح، لان انت اخذت كل المعلومات النظريه اللي انت حطيتها في الاستراتيجي وبدات تطبيقها بشكل ايه؟ عملي، مدروس. مدروس، فاهم الهدف بيتحط سمارت ازاي، فاهم الجمهور بيعمل له سيجمنتيشن وبتطلع منه بيرسونا ازاي، فاهم اختيار نوع المحتوى ازاي، فاهم بتختار التوقيت ازاي، والتقويم بيساعدك على الاستمراريه، لان انت عارف
وتوقيتات النشر، فانت عارف انت واقف لحد فين ومحتاج تجهز محتوى قد ايه لسه قدام، فبيخليك دايما مستمر. دايما النهايه يا شباب في الاخر ان دايما التخطيط هو اللي بيضمن لك الاستمراريه، بيضمن لك النتيجه الكويسه. علشان اكون واقعيه، وعشان انا ما بحبش اللي هو نقعد نتكلم الكلام المثالي زياده عن اللزوم اللي يخلي الناس ايه، لا اديها المعلومه اللي بجد. علشان اكون واقعيه، لان انا عارفه ان ساعات بيحصل ضغط، بيحصل لخبطه، فانت ما بتقدرش تبقى مجهز تعرف كامبين على مدار كتير شهر. الله. فده على الاقل علشان نضمن الاستمراريه والتفاصيل اللي انا بتكلم عليها، على الاقل تكون مجهز اسبوع باسبوع. خلاص، لكن ما تعتمدش اطلاقا ان انت تبقى شغال بدون تحديد العناصر اللي انا قلتها دي، اللي هي ايه، فكره فكره كده ايه بشكل فردي. لا، على الاقل تكون محتوى الاسبوع جاهز معاك، وانت عارف الاستراتيجي اللي انت ماشي عليها ومحددها ومحدد الخطوات الفعليه في الخطه، وعامل لها كالندر في خلال الاسبوع ده. ده اضعف شيء، يعني لو انت مش قادر تشتغل لمده اطول من كده، على الاقل تكون مجهز النقاط دي اسبوع باسبوع. تمام كده. فنهايه الموضوع ان الاستراتيجي هي المفهوم اللي جواه طريقه ارشاديه زي ما احنا قلنا، هي الاساس اللي جواها كل النقاط التانيه. خلاص، فدي هي اللي جواها الاساس. الخطه هي التفصيل وطريقه التنفيذ، والتقويم خاص بتوقيت النشر من حيث اليوم والتوقيت داخل اليوم بالظبط امتى، وقلنا بيخضع لايه ونقدر نختاره ازاي. هبه بتقول لي ازاي اعمل تحليل وتقييم. بصي يا هبه، خلينا نقول ان في ادوات كتير وتولز بتساعدك في ان انت تبداي تشوفي المحتوى بتاعك ده كان الريتش بتاعه عامل ازاي، التفاعل كان عليه ايه، فتقدري تعرفي من خلاله افضل توقيت، افضل بلاتفورم حققت لك الهدف، افضل انواع محتوى اشتغلتي عليها كويس. في تولز كتير بتساعدك في ده. والى جانب ده كمان انا بعتمد على حاجه بصراحه، انا دايما اي بلاتفورم بدخل على الانسايتس بتاعتها هي كمان، واركز قوي في تفاصيلها هي، يعني ايه، بحب يبقى رؤيتي واضحه كده لكل محتوى اتنشر على بلاتفورم على حده. ففي تولز مجمعه بتعمل لك ده، واي بلاتفورم بتوفر لك تحليلات للمحتوى اللي انت نشرتيه. خليكي دايما على ايه، صله بالحاجات دي. هل الاستراتيجي بتتغير حسب كل محتوى، اللي بتبقى استراتيجي للمشروع بالكامل؟ انا الاستراتيجي اللي احنا بنتكلم عليها، انا بحط الاستراتيجي بتاعتي للحمله اللي انا هقوم بيها في الوقت الحالي. الحمله دي انا مستهدفه بيها اسبوعين، مستهدفه بيه انا غالبا، يعني بحط الكامبين بتاعت الشهر ده انا عايزه اوصل فيه لايه، او عايزه اشتغل على ايه بالظبط. تمام. ودايما بيبقى فيها ابديت، لان الاوبجيكتيف بيتغير. هو انا هفضل شغاله على هدف واحد على طول؟ لا، بمعنى، خلوني اوضح اكتر. انا اشتغلت، انا جيت مسكت بيزنس، او انا دلوقتي شايفه ان البيزنس ده محتاج الاويرنس بتاعه ضعيف. فانا الكامبين دي كنت مركزه فيها على ايه، اهدافي كانت مركزه فيها على ايه، كانت مركزه على خلق الاويرنس، خلق الوعي بالعلامه التجاريه او زيادته. فاهمين قصدي؟ وجمهوري بقى ايه، انا مركزه على الجمهور، عايزه اكسب شريحه جديده، عايزه اكسب جمهور جديد لان ما حدش عارفني. خلاص، عملت ده. فجيت الكامبين اللي بعدها، لقيت ان الناس خلاص بدات تتعرف، بقى في ليد، يعني عملاء محتملين. فالكامبين الجديده بدات اشتغل فيها اكتر على ايه، على اخلق تفاعل، اخلي الناس تبدا تسال وتسال اكتر، وتبقى ايه، يعني ااكد قوي ان هم ليدز، يعني عملاء محتملين. هفضل طول الوقت اشتغل كده؟ لا، وصلت بعد كده ان انا عندي كامبين تانية بقى هدفها ايه، لا انا الناس عارفاني وجاهزين ان هم ياخدوا اكشن. فالاوبجيكتيف هنا عندي السيلز. تمام. فانت الموضوع متغير، ان انت كمان الاوبجيكتيف بيتغير. فهمتي قصدي؟ وده بتعرفيه منين؟ انا جمهوري بقى فين، انا جمهوري عارفني، فمحتاجه ان انا ادخل معاه في مرحله جديده. فهمتوا قصدي؟ وخدوا بالكم دايما الموضوع، علشان نسهل على الناس، الموضوع دايما بيبقى محتاج تطبيق. يعني خدوا بالكم دايما، يعني احنا عاملين سيشن وهدفي ان الناس تفهم واساعدها في ده، لكن خليني صريحه، المعلومات النظريه ما هياش كافيه. يعني انا دلوقتي بشرح الكلام الناس فاهماه تمام، حلو قوي. دايما اقول ده للمتدربين في الكورس او التدريب، اقول لهم حلو، احنا فهمنا، بس ده مش الجزء الاول والاخير. يعني الكلام طول ما هو في اطار النظري ممكن تحس ان انت اصلا مش فاهم وانت فاهم. لو طبقت هتلاقي نفسك خلاص اخدت المعلومه، لا ده انا كنت حاسس ان انا تايه. لا، لكن انت ناقصك التطبيق، انت مش تايه ولا حاجه، انت فاهم. لكن عشان الناس اللي انا برد بمناسبه الاسئله اللي في الشات يعني.
انت بتبقى فاهم كويس، انت بس ناقصك ان انت تاخد المعلومه من مجرد ان هي معلومه لكيفيه تطبيقها. في فرق كبير قوي يا شباب بين ان انا عارف المعلومه وان انا عارف تطبيقها. عشان في ناس كتير قوي بتغفل الموضوع ده وبيفتكر مجرد علمه بالمعلومه فهو عارفها خالص. على فكره ده في اي حاجه في الدنيا يعني، مش معنى علمك بالمعلومه ان انت عارفها كويس، لازم تطبقها. هو ده علمك بيها، وهو ده اللي بيأكد لك انت فاهم ايه ومش فاهم ايه. فالناس اللي بتسأل في حاجات كتير، الموضوع والله سهل وبسيط وانتوا فاهمينه، محتاج بس ان انت تطبق. لما تاخد نفسك في اطار التطبيق هتلاقي اسئله كتير حلها بيظهر لوحده. هي بتيجي لان الموضوع ايه، ما انت لما تقعد تفترض على افتراض لا مش هتوصل لحاجه، انما لو الافتراض ده بقى حقيقه هتعرف انت تاخد الاكشن لوحدك ما دام انت فاهم. عشان كده بقول لكم نفهم الرؤيه، ده هدفي دايما اقول للناس افهموا الرؤيه. تمام. بالنسبه للتولز او الحاجات دي هحاول ننزلها اللي هي تساعدنا في التحليلات. هحاول ابقى انزل بيها على الاكونتس بتاعتنا. انا هحط لكم لينكات الاكونتس كلها دلوقتي في الشات. ننزل بيها، العفو على ايه، انزل بيها محتوى يعني سواء فيديوز او بوست مكتوب. آم، هنزل بالتولز دي. تمام. طيب خلونا بس نكمل التوبكس بتاعتنا، وفكروني احط لكم الحاجات اللي قلت لكم عليها دي في الشات بعد كده. يبقى فهمنا الفرق. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج ان حد يقعد يقول لنا الموضوع كبير وتفاصيل كتيره. الاستراتيجيه جواها العناصر، التخطيط، آلية تنفيذها، التقويم خاص بالتوقيت. طيب دي طبعا زي ما قلت لكم خليني اكون كاتبها لكم قصادكم اهو، عشان برضو المعلومه لما بتبقى قدامنا في النظر بتبقى افضل. عشان كده انا حطيت الجدول ده، انا شرحته بس خليني تبقوا انتوا شايفينه. اللي هي الكونتنت استراتيجي بتتكون من ايه زي ما احنا شايفين. تحط هدفك، وطبعا كل حاجه من دول يعني الكونتنت هي استراتيجي جواها 6 عناصر. عشان نكون واضحين كل حاجه من دول ليها شرح وليها تفاصيل. تمام. بنقولها بالتفصيل في التدريب بتاعنا. اللي هو الهدف قلنا سمارت، الجمهور جواه خطوات كتير، اتعامل مع جمهوري ازاي، اجيب افكار ازاي، ليها طرق كتير اقدر اجيب افكار من خلالها، انواع المحتوى، والتقويم والتحليل والكي بي اي، مؤشر قياس الاداء اللي هتقيس من خلاله انت نجحت في الحمله دي ولا محتاج تعدل حاجه فيها. حاجه تانية بقى مهم قبل ما نشوف لو حد من زمايلنا عنده اسئله وهعرضها لكم دلوقتي. طيب ازاي انشئ؟ عشان في ناس كتير ده سؤال بيجي كتير. عايزه اعمل تمبلت احدد فيها الشغل ويكون ظاهر فيه الكونتنت كالندر بتاعتي او التوقيت. طيب بشكل بسيط جدا، لان ده سؤال بيجي كتير وبلاقي ناس كتير الموضوع بالنسبه لها صعب، وهو سهل جدا جدا يعني. فانا مش عايزه حد يروح يحس ان هو يعني مش عارف يعمل حاجه وهي ابسط من البساطه. الموضوع كله ممكن تقدر تعمله من خلال، تقدر تنفذ انت تمبلت خاصه بيك من خلال جوجل شيت او المايكروسوفت اكسل، وهوريكم ازاي دلوقتي اعمل شير عليهم. وفي مواقع بتساعدك في ده كتمبلت جاهزه زي تريلو وزي كانفا، بيعمل كونتنت بلانر تقدر ترتب عليه الشغل. خليني اوريكم ازاي لو هنستخدم جوجل شيت ونعمل تمبلت نشتغل عليها براحتنا حسب العناصر اللي احنا عايزين نشتغل عليها، ويوريكم. وبالنسبه لي تريلو تفاصيله كتير، فممكن احط لكم في الشات فيديو بتكلم ازاي تستخدمه، فده يساعدكم. تمام كده. لكن خليني دلوقتي اوريكم الحاجه اللي نقدر نشتغل عليها. طيب انا كده جبت لكم نموذج ليه مبسط جدا على فكره، وفي حاجات بسيطه جدا يعني. في حاجات تانية شغاله عليها بيبقى جواها عناصر كتير، لكن انا مش عايزه حاجه ادفانسد قوي تلخبط الناس. انا عايزه ندي الناس معلومه تعرف تبدا. انا ما بحبش المعلومات اللي تلخبط الناس خالص. طيب كده الشير اعتقد قصادكم تمام. دي انا عاملاها على جوجل شيت عادي جدا، شيت اكسل. حاطه فيها ايه؟ حاطه فيها الفكره كانت عن ايه. تمام. ده كان نموذج يعني انا مجهزه لكم كده من خلال بيزنس شغاله عليه عشان تطلعوا عليه. من خلال بيزنس ليه معرض اساسي جواها ايه، كبه الفكره. اول حاجه ايه الفكره اللي انا اشتغلت عليها حسب البيزنس ده، عندهم خدمه عن كذا وخدمه عن كذا، فانا كبه ايه الفكره، ايه عنوان الفكره. الحمله دي كانت ايه، الحمله دي كلها كنت مركزه على الاكشن. هي اوريدي الناس كان في اويرنس والناس كانت عارفه، كنت عامله عرض معين، فانا كان هدفي هنا السيلز. فانا في مرحله الفانل بتاعي ايه، فانل اللي هم المراحل اللي بيمر بيها الجمهور بدءا من الاويرنس لحد ما ياخدوا الاكشن. فانا هنا كنت في انهي مرحله،
من المراحل اللي بيمر بيها العملاء. انا كنت في مرحله ان الناس ايه جاهزين ياخدوا الاكشن، وفي عرض او اوفر معمول كويس، فالجمهور كله، فالحمله بتاعتي كانت في مرحله الاكشن. هنا التايب اللي هو النوع، نوع المحتوى. اول فكره كنت شغالاها بوست عادي مكتوب. تاني فكره كنت شغالاها على فيديو. تالت فكره كانت فيديو، هنا بمعنى انه كان طويل شويه، كان مدته حوالي دقيقتين او حاجه. تالت فكره دي كانت ريل، اللي هي ثواني بالظبط، بس زي ما احنا شايفين. وادي توقيتات النشر، والمفروض كمان ابقى ذاكره كنت يعني حطاه امتى في اليوم. ادي اليوم والتوقيت اللي انا بنشر فيه على مدار اليوم امتى. وهنا كنت بعت البريف يعني تصوري للفكره اللي هي للبريف، و تاريخ هنا اللينك لو كان منشور حطيت اللينك بتاعه. فتقدر تنفذ دي لو انت عايز تجمع عليها الافكار اللي انت اشتغلت عليها، او عايز تاخد ابروف بحاجه معينه. فانا اللي مكريتها الفكره دي. الحمله دي انا مستهدفه بيها جمهور في انهي مرحله، ايه نوع المحتوى اللي انا اشتغلت عليه، وتوقيت النشر بس. وفي الاخر انا لو عايزه احط اللينك، لو تمت النشر حطيت اللينك عشان لو عايز ترجع لها بعد كده. انا مجهزاها وعاملاها وبشتغل عليها. في على فكره في حاجات تانية كتير، في نقاط تانية كتير بشتغل عليها، بس ده ابسط نموذج. طيب عملتها ازاي؟ تمام كده، احنا كده قصادنا الايميل عادي جدا، الجيميل بتاعنا. من الخدمات بتاعت جوجل ابس، نقف عليها، ننزل لحد الشيتس، ندوس عليها، وكريت اللي انت عايزه براحتك بعناصر اللي انت عايز تشتغل عليه. بلانك، ودوس على اللي انت وافتحها وابدا كريت براحتك. انا اديتك نموذج في حاجات دي. ابدا هنا، ادي اهو. عايز تبدا تكتب هنا ايه؟ هشتغل على الفكره، هنا هتشتغل على الفانل، هنا التايب نوع المحتوى. اكتب اللي انت عايزه، هنا التوقيت، واشتغل عادي وحط شغلك ونظمه براحتك جدا، مفيش اي مشكله. تمام، تكريتها بمنتهى السهوله زي ما انا وريتكم دلوقتي. تفتح الخدمات بتاعت جوجل وطلع الشيت واشتغل عليه، واديتك نموذج تقدر تطبق من خلاله لو عايز تعمل ده. بالنسبه لي تريلو تفاصيله كتير شويه، لكن من المواقع اللي بتساعدنا جدا. خليني اجيبه لكم، خلوني اوضح لكم. انا مثلا هنا نشره كونتنت، ده اللي هو يعني 6 7 8 ده الشهور. فساعات بكون مظبطه شغلي وكاتبه المحتوى وكاتبه البوست. زي ما قلت لكم تقدروا تشوفوا الفيديو بتاعه على تريلو من خلال اللينك اللي بعته لكم. ببدا انشر المحتوى. يعني ده هنا كان نشرت ده عن غرفه نوم، كان هو عباره عن ريل. تمام، ببدا احط الديت منين؟ ديت كده هنا اهو، وببدا اختار. اديكم شايفين انا هنا كاتبه ان ده 12 1 8. تمام، تعالوا نشوف حاجه تانية. نيجي اللي وراه، ده بوست مكتوب عادي بالتصميم بتاعه، وادي المحتوى نفسه، وحاطه الديت النشر بتاعه موجود اهو، كان 3 8. تمام، ببدا احط بكتب المحتوى بتاعي، وببدا احط ايه التوقيتات بتاعته. لو انا قصدي شغاله مع حد وعايزه اكون واخده ابروف، او معايا تيم وعايزه اعرض التفاصيل دي كلها. تمام، فببدا اقدر اعمل ده. اخر حاجه ممكن تساعدك في ده من خلال كانفا. كده قصادنا كانفا. هندخل على ابس، هتلاقيه مدينا كونتنت بلان، نقدر ندوس عليها. نقدر نعمل برضو نكتب فيها المحتوى بتاعنا، ويكون فيه التوقيتات. بيديك ادي شهر، احنا واقفين على شهر 8 اهو، اغسطس. عايز تجيب الشهر اللي قبله واللي بعده بتحرك عادي. تمام، الميزه كمان هنا في ان هو بيحط لك التوقيتات، المناسبات. يعني ادي بيقول لك هنا الايام اللي كاتب لك عليها دي اللي هي مناسبات عالميه يعني. فممكن يساعدك في ده كمان. يعني هنا يوم 8 اليوم العالمي للقطط، هنا اليوم العالمي للشباب، هنا اليوم العالمي لليد اليسرى. فبتلاقيه كاتب لك ده. بتقف بمنتهى البساطه عادي. يعني انا مجهزه واحد اهو، ادي يوم 1 8، تحط العنوان وتحط المحتوى، ويبقى انت عندك التوقيت. تعالوا كده ندخل عليه، ادي العنوان وادي الكونت، فتقدر برضو ايه ترتب من خلاله. فانت كده اديتك اوبشن، اعمل التمبلت اللي انت عايزها من خلال الشيت اللي وريتها لكم، وريتكم تمبلت ليها. استخدم تريلو، شوف الفيديو على اليوتيوب، وشوف ازاي تستخدم تريلو، لان تريلو بينجزك في حاجات كتير: بورتفوليو، تنظيم شغل، كونتنت كاليندر، بيعمل كذا حاجه. تقدر تشوف حاجه زي دي جاهزه من خلال كانفا. فالاوبشنز كتير، المهم انت تعرف اللي يريحك. ما تقعدش على فكره دايما تبقى انت تجري ورا كل حاجه وتشوف ده وتشوف ده، لان انا كنت بقع في الحاجات دي، فعايزه افيد الناس من ده. لا، انت شوف اللي يريحك واشتغل عليه.